المصري بيستعيد نغمة الانتصارات من تاني بفوزه المهم على غزل المحلة 2-1. نجم اللقاء طبعا صلاح محسن، واللي قدر ان هو يسجل ثنائية المصري. لما نتكلم على الشوط الاول نقول ان هو كان شوط اول جيد جدا، النادي المصري كان مسيطر فيه لحد كبير، وده اللي شفناه في لاعبي النادي المصري ان هم نازلين الشوط الاول عندهم الرغبة والحماس في تحقيق الفوز، وكمان نجحوا ان هم يسجلوا الهدف الاول في الدقيقة الرابعة من لعبة جميلة جدا متفق عليها. وبعد الهدف الاول لاعبي النادي المصري قدروا ان هم يسيطروا على كل حته في الملعب، ولكن في مشكله كبيره بتواجه النادي المصري وهي الاخطاء الفرديه. الاخطاء الفرديه ما زالت مستمره، في تهاون واستهتار من بعض اللعيبه اللي موجوده في الملعب، وشفنا اللعبه اللي اتحسبت ضربه جزاء على النادي المصري، الحقيقه تدخل ملوش اي داعي. الشوط الثاني ما كانش احسن اداء بالنسبه للنادي المصري، ولكن تحسن الاداء مع نزول كريم بامبو اللي قدر ان هو يسجل اكتر من كوره خطيره، وشفنا الكوره اللي جت في العارضه مرتين، وكمان شفنا الخطا بتاع احمد ايمن منصور ممكن كان يتحسب لا قدر الله. وبتتكلم في اخر ثواني المباراه، لازم نبيل الكوكي يراجع المشكله دي. الف مبروك لجمهور المصري على تصدر الدوري العام بانتظار مباراه الزمالك، ولكن انا زعلان من جمهور المصري مقصر معانا في الصفحه. نتمنى ان انت تدوس لايك وكمان تشترك فيها، ما تنساش تصلي على حبيبك النبي.